مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. هنعمل النهارده بقى فطاير البيتزا المقرمشه، ودي بقى ميكس ما بين الفطير والبيتزا، حاجه كده تحفه يا جماعه. بتبقى مقرمشه من بره ومورقه من جوه ولذيذه جدا جدا، وكمان سهله وسريعه بدون تخمير كتير، يعني ما فيهاش خميره ولا بيكنج باودر. مكوناتها بسيطه جدا يا جماعه، عباره عن دقيق وميه بس، ما فيهاش اي حاجه زياده، وكمان بتعمل كميه حلوه جدا وموفره، وبنص كيلو دقيق هتعملي كميه قد اللي انت شايفاها دي، وكمان تنفع فطار او غدا او عشاء او جوع نص الليل، مش هتقول لا ابدا. لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه معايا 4 كوبايات من الدقيق، وده المج اللي انتوا شايفينه ده اللي انا بعاير بيه، ومعايا هنا معلقه كبيره من السكر ونص معلقه صغيره من الملح، وكمان معايا كوبايه من الميه الدافيه. حطيت السكر والملح وقلبتهم، وبعدين نزلت بكوبايه الميه كده شويه بشويه، وطبعا لسه العجينه هتحتاج تاني، فجبت كوبايه تانية من الميه وبدات احط كده شويه بشويه برضو لحد ما اخدت مني كوبايه ونص من الميه. يعني الاربع كوبايات دي اخدوا معايا كوبايه ونص من الميه، وطبعا على حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه، عشان كده ضيفي الميه كده بالتدريج لحد ما توصلي للقوام اللي احنا عايزينه. زي ما انت شايفه كده، عايزين قوام عجينه متماسك وما بيلزقش في الايد، وفي نفس الوقت تكون طريه. ضفت معلقه كده من الزيت وبدات الم العجينه بيها كده زي ما انتوا شايفين، وبس كده بقت جاهزه معايا. حطيت على وشها معلقه من الزيت كمان، وبدات اقطعها كور كده زي ما انتوا شايفين قد الليمونه الكبيره. وطبعا حجم الكوره تقدروا تتحكموا فيه، لو عايزين الفطيره تبقى كبيره شويه هتكبروا حجم الكوره، لو عايزينها حجم اصغر هتعملوها صغير. انا هنا عملت 2 كبار علشان اوريكم الفرق. وبعد ما خلصت تقطيع بقى دهنت وشهم كده بشويه من الزيت وغطيتهم، واسيبهم بقى يرتاحوا لحد ما احضر الحشوه اللي انا هحشي بيها الفطاير. والحشوه بقى يا جماعه اختياريه، تقدروا تتحكموا فيها برضو زي ما انتوا عايزين. انا هحط لانشون مقطعاه قطع صغيره، وكمان بصل متقطع صغير، وزيتون اسود وزيتون اخضر، وكمان جبنه موتزاريلا، وكمان معايا فلفل رومي، ممكن تستخدموا الوان او اخضر بس زي ما انتوا حابين. واحط عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من البابريكا، وقلبتهم كده مع بعض كويس. وبعد ما عدى تقريبا 10 دقايق جبت بقى العجين زي ما انتوا شايفين، بدا يتفرد معايا بكل سهوله علشان يرتاح كويس. معايا هنا معلقتين من الزبده وعليهم معلقه من الزيت، وبعدين بقى السطح اللي انا هشتغل عليه كده بالزبده، وبعدين بحط كرة العجين واحط عليها شويه من فوق كده من الزبده، وبعدين ابدا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، تتفرد معايا بكل سهولة. وحتى لو اتقطعت عادي جدا مش هيحصل اي حاجة، اهم حاجة نفردها كويس جدا لحد ما تبقى العجينة رقيقة جدا جدا وتحسوا ان هي بقت شفافة زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بفرد العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة، وعادي لو حتة اتقطعت معايا مفيش اي مشكلة. اهم حاجة قبل ما نلمها بنديها كده مسحة كمان من الزبدة علشان تورق معايا، وبعدين بقفل الاطراف وببدأ اطبقها زي ما انتوا شفتوا كده. وبس يا جماعة، الطريقة سهلة جدا وبسيطة واي حد هيقدر يعملها، والعجينة بصراحة عاملة زي الملبن وبتتفرد بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. وطبعا كل ما ترتاح معاكم اكتر كل ما تتفرد معاكم اسهل. واهم حاجه ما ننساش شويه الزبده كده قبل ما نلمها علشان تورق معانا. وطبعا كل ما بنعمل واحده بنغطيها كده، وبعدين بنبدا بقى باول واحده فردناها خالص عشان بتكون ارتاحت اكتر، وكمان تتفرد معانا بكل سهوله زي ما انتوا شايفين. ببدا افردها كده تتفرد معايا بكل سهوله. باخد بقى شويه من الحشوه اللي احنا عملناها مع بعض، وببدا كده احطها على الطرف كده، وبعدين باخد الطرف وابدا الف على الحشوه، واخد الطرفين اللي في الجنب واتنيهم كده على الحشوه علشان ما تخرجش من الجنب، وهكمل بقى لف بنفس الطريقه. ودي طبعا واحده كبيره هي من الاتنين اللي انا عملتهم، هتبقى حجمها اكبر شويه. بفردها بقى كويس كده بايدي على قد ما اقدر، وبعدين هجيب بقى شويه من الحشوه احطهم على الطرف، وممكن بقى تضيفوا جبنه تشيدر او رومي بتبقى حلوه جدا. باخد بقى طرف العجينه وببدا الفه، وبعدين اخد الطرفين اللي في الجنب واقفلهم على الحشوه، وبعدين بلفها رول. وبس كده. هعمل معاكم بقى واحده بس هعملها المره دي مدوره. حطيت الحشوه في النص وبدات الم عليها العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبس كده بديها تبطيطه خفيفه. وبس كده جاهزه معانا. هعمل معاكم واحده كمان، هفرد كده العجينه وبعدين هحط الحشوه في النص وهبدا اقفل عليها العجينه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. ببدا الم اطراف العجينه على بعض، وبعدين اضغطهم كده على بعض واحاول اقفلها بايدي، وبعدين ابططها تبطيطه خفيفه. وبس كده. معايا هنا بقى بيضه خرمتها كده وصفيت منها البياض، وهاخد منها الصفار بس علشان ندهن بيه الوش.
حطيت عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من البابريكا ورشة من الملح وضربتهم مع بعض كويس. وجبت بقى الفطاير بتاعتي وبدأت ادهنها كده بصفار البيض علشان يديها لون حلو زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو. وبعد ما نخلص بقى هندخلها الفرن على طول، مش هتخمر ولا اي حاجة، ما فيهاش خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. هندخلها الفرن على طول، يكون متسخن من قبلها على درجة حرارة 200 بالرف الاوسط لحد ما تستوي وتاخد لون معانا. لو ما اخدتش لون من فوق ممكن تولعوا عليها الشوايه لمده دقيقتين. وطبعا اول ما بتخرج كده بيبقى وشها ناشف شويه، فبنغطيها لمده 5 دقايق لحد ما تهدى شويه، وبتطلع معانا بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين يا جماعه الفطيره مورقه ازاي من جوه وكانها بجد فطير مشلتت. شايفين الحلاوه، شايفين التورقات، شايفين الجبنه ساحت ازاي. ما اعرفش الجبنه ساحت وراحت مطرح ما راحت، مش عارفه هي راحت فين. يعني اختفت الجبنه، مش عارفه هي راحت فين بجد. جربوا بقى يا جماعه الفطير بطعم البيتزا، حلو جدا وسهل وسريع، ما بياخدش وقت خالص، وزي ما شفتوا ما بيخمرش خالص ولا اي حاجه، ومكوناته سهله وبسيطه خالص، ما فيهوش اي حاجه صعبه. يعني مكونات من البيت، وطبعا الحشوه زي ما قلنا نقدر نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. اي حاجة عندك في التلاجة تقدر تضيفيها، عندك لانشون، عندك بيبروني، عندك سلامي، عندك قطع فراخ مسلوقة، او عندك اي حاجة بايتة في التلاجة اعملي لها اعادة تدوير وحطيها جوه الفطاير دي، هتبقى لذيذة جدا وكمان هتبقى وجبة جديدة وحلوة. تقدروا بقى كمان تاكلوها مع شوية كاتشب او رانش او اي صوص عندكم تحبوه، هتبقى لذيذة جدا يا جماعة، وتنفع بقى للفطار للغدا للعشاء جوه نص الليل لللانش بوكس، وبجد هتعجب الولاد قوي. وزي ما انتوا شايفين كده هيخطفوها منكم. يعني هنا كان في عملية سرقة بس الحمد لله لحقتها علشان اكمل تصوير. وبس خلاص كده عملنا فطاير البيتزا وطعمها لذيذ، بتجمع ما بين قرمشة الفطير وتوريقه وكمان ما بين طعم البيتزا الخطير، وبطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وكمان بمكونات بسيطة جدا. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.